أهلا وسهلا بيكم في رحلة جديدة مع الأبطال. هنكون معاكم النهاردة في رحلة زمنية هتاخدنا لأول لحظة ليك في الدنيا، اللحظة اللي مفيش إنسان على الكوكب ده مر بيها بنفس الإحساس اللي أنت حسيته. تخيل نفسك لسه خارج من عالم مظلم ودافئ، لكن مليان نور وأصوات وروائح غريبة. تخيل إن في أسرار بتحصل في أول 10 سنين من حياتك، أسرار لو عرفتها دلوقتي هتكتشف إن طفولتك كانت مليانة علامات ورسائل موجهة لك، بس أنت وقتها ما كنتش فاهم معناها. من أول ثانية بعد الولادة في حاجة عجيبة بتحصل في جسمك. أول نفس بتاخده بيغير كيمياء دمك بالكامل في لحظة. رئتيك اللي ما استخدموش قبل كده بتبدأ تشتغل، وده بيكون إعلان رسمي لبداية حياتك في العالم الخارجي. والأغرب إن قلبك في اللحظة دي بيغير نظام الضخ اللي كان معتمد على حبل سري، ويتحول لضخ الدم بنفسه، وكأنك لسه اتولدت مرتين، مرة جسديا ومرة وظيفيا. في أول سنتين بيحصل سر تاني مدهش. مخك بيبني ملايين الوصلات العصبية كل ثانية. العلماء بيقولوا إن كمية التعلم اللي بيكتسبها الطفل في الفترة دي أكبر من أي وقت تاني في حياته. انت كنت بتتعلم تمسك الاشياء، تتعرف على الاصوات، تفرق بين وجه امك ووجه الغرباء. لكن الاغرب ان في حاجات بتتسجل جواك كذكريات حسيه، زي ريحه حضن امك او صوت معين كان بيطمنك. ودي ذكريات عمرك ما هتفتكرها بعقلك، لكنها محفوره في مشاعرك لحد النهارده. من سن 3 سنين الى 5 سنين الفضول بيشتغل جوه الطفل بشكل غريب. ليه السماء لونها ازرق؟ ليه المية بتجري؟ ليه الشمس بتطلع الصبح وتغيب بالليل؟ الأسئلة دي مش مجرد فضول، دي الطبيعة، العقل البشري في أنقى حالاته، واللي للأسف بيقل مع التقدم في العمر في السن ده. حتى اللعب بيكون له معنى عميق، لأن عقلك وقتها بيختبر الحياة وبيحاكي الواقع عشان يتعلم القوانين اللي هيمشي بيها. من 6 سنين إلى 10 سنين بيبدأ السر الثالث، وده متعلق بالشخصية. علماء النفس بيقولوا إن ملامح شخصيتك الأساسية بتكون من شجاعتك أو من خجلك، من حبك للتجربة أو ميلك للانطواء. كل ده بيترسخ في الفترة دي. والأخطر إن أي تجربة قوية سواء إيجابية أو سلبية ممكن تفضل مؤثرة فيك لعقود طويلة بعد كده. وعلى الجانب العاطفي، الحب والأمان اللي بتاخده أو بتفتقده في المرحلة دي بيحدد علاقتك بالناس طول حياتك. في أطفال اتزرع جواهم إحساس إن الدنيا أمان، وفي أطفال عاشوا وهم حاسين إن الدنيا مكان مخيف. وده مش كلام فلسفة، دي حقيقة بتأثر على قراراتك حتى وإنت كبير. الفترة دي هي البذرة اللي منها بيتحدد شكل شجرتك في الحياة، جذورها، فروعها، وحتى الثمار اللي هتطرحها. كل حضن، كل كلمة، كل موقف صغير بيشارك في بناء الإنسان اللي أنت عليه دلوقتي. من سن 10 سنين إلى 20 سنة، هنا بقى بنخش على أكتر عقد في حياتك مليان تقلبات، عقد المراهقة. الفترة دي مش بس مرحلة عمرية، دي أشبه بعاصفة طبيعية بتقلب كل حاجة جواك وبره منك. فجأة بتلاقي جسمك بيتغير بسرعة غريبة، هرموناتك بتشتغل، وصوتك الداخلي بيبقى مليان أسئلة وجودية ومشاعر جديدة عمرك ما حسيت بيها قبل كده. من أول 10 سنين إلى 13 سنة بتبدأ تدخل منطقة غامضة. أنت مش طفل زي زمان، لكن برضو مش كبير بالمعنى الحقيقي. هنا بيحصل السر الأول. المخ، وخصوصا الجزء المسؤول عن اتخاذ القرارات والتحكم في الاندفاع، لسه ما اكتملش. وده السبب إنك ممكن تاخد قرارات وقتها بتبان دلوقتي إنها كانت متهورة أو غريبة، لأنك كنت بتجرب حدودك. في نفس الوقت بتشغل السر التاني اللي هو رغبتك في الانتماء. فجأة رأي أصحابك بيبقى أهم من رأي أهلك، ونظرة الناس ليك بتتحول لمراية بتشوف نفسك من خلالها. لو المجموعة قابلتك بتحس بالأمان، ولو رفضتك الإحساس ده ممكن يسيب علامة جوه قلبك لسنين طويلة. من 14 ل 16 سنة بيبدأ العقل العاطفي ياخد القيادة.
أول انجذاب عاطفي حقيقي بيحصل أول مرة قلبك بيدق من نظرة أو كلمة، وأول مرة تحس بالغيرة أو الفقد. الغريب هنا إن المشاعر دي بتكون أضعاف قوتها عند الكبار، لأن المخ بيضخم الإحساس وبيخليه مركز الكون. لكن الفترة دي مش بس مشاعر، في سر تالت مهم: قدرتك العقلية بتقفز. بتبدأ تحلل الحياة، تشكك في كل حاجة، وتبني فلسفتك الخاصة حتى لو ما أعلنتش عنها. ساعات بيجي لك إحساس إنك فاهم الدنيا أكتر من الكبار، وساعات بتحس إنك تايه ومش فاهم حاجة. من 17 ل 20 سنة بتدخل مرحلة ما قبل الانطلاق. هنا بقى بتحس إنك عايز تحدد هويتك، تختار طريقك، وتثبت لنفسك وللدنيا إنك قادر تعتمد على نفسك. بس الغموض بيزيد، لأنك لأول مرة بتشوف حجم المسؤولية اللي مستنياك، وبتدرك إن الحرية ليها تمن. والأغرب إن كل كلمة دعم أو إحباط في الفترة دي ممكن ترسم ملامح مستقبلك. في ناس كلمة واحدة حطمتهم، وفي ناس كلمة واحدة أنقذتهم. العقد ده بيحفز أعمق ذكرياتك اللي هتفضل ترجع لك في لحظات القوة أو الضعف طوال حياتك. من سن 20 إلى 30 سنة، هنا بقى بتدخل على أول عقد في حياتك فيه حرية حقيقية، بس برضو في فخاخ مش أي حد بيقدر يشوفها. من بره الناس بتشوفك شاب أو شابة في عز القوة، لكن من جوه دي أكتر فترة بتكون مليانة اختبارات خفية بتحدد أنت هتمشي في أي طريق. في أول السنين بعد العشرين بتحس إنك فجأة اتولدت من جديد، لكن المرة دي من غير حماية العيلة أو المدرسة. السر الأول هنا إن عقلك بيبقى في قمة نشاطه الإبداعي، قدرته على التعلم والتأقلم بتكون في أعلى مستوى، وده بيخليك تحس إنك قادر تعمل أي حاجة. بس المشكلة إنك مش دايما عارف إيه الصح وإيه اللي هيضيع وقتك. خلال الفترة دي في سر تاني: الحب والعلاقات بياخدوا شكل مختلف تماما. بعد تجارب المراهقة بتبدأ تدور على حاجة أعمق، لكنك في نفس الوقت معرض إنك تقع في فخ المشاعر السريعة اللي ممكن تغير مجرى حياتك. وده ليه علاقة بالتغيرات الهرمونية اللي لسه بتأثر على قراراتك حتى لو افتكرت إنك نضجت كفاية. من 25 ل 27 سنة بيبدأ يظهر منعطف الربع حياة اللي ناس كتير ما تعرفوش. فجأة بتسأل نفسك: هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل الشغل اللي أنا فيه هو اللي أنا عايزه لباقي عمري؟ هل الشخص اللي معايا هو الشريك المناسب؟ الأسئلة دي بتفتح أبواب لقرارات جريئة أو تغيرات جذرية، وأحيانا بتكون السبب في إن حياتك تتحول 180 درجة. السر الثالث في العقد ده هو إن جسمك بيكون في أقوى حالاته البدنية، لكن دي آخر فرصة تحافظ فيها على القوة دي قبل ما تبدأ تنزل تدريجيا في العقود اللي جاية. أي عادة صحية أو سيئة بتزرعها دلوقتي هتشوف ثمارها أو نتائجها السلبية بعد سنين. وبنهاية العشرينات بيكون عندك خريطة أوضح عن نفسك وعن الحياة، لكن برضو بتدرك إن لسه قدامك مجهول كبير. ده العقد اللي بيخلي بعض الناس أساطير، والبعض التاني أسرى لقرارات غلط افتكروا إنها كانت بسيطة وقتها. من سن ال30 إلى 40 سنة، هنا بقى تبدأ أول مرة تحس إنك بتشوف نفسك في المراية بجد. مش المراية اللي بتوريك شكلك، لا، المراية اللي بتعكس تاريخك، اختياراتك وأخطائك اللي افتكرت إنها هتعدي من غير ما تسيب أثر. في بداية الثلاثينات بتحس إنك دخلت مرحلة الاستقرار نسبيا: شغل ثابت، علاقات، أو زواج، وربما أطفال. لكن السر اللي قليل يعرفوه إن الفترة دي مش هادية زي ما بتهيأ لك. دي فترة مليانة ضغط خفي، لأنك بتحس إنك لازم تثبت نفسك أكتر من أي وقت فات، كأنك في سباق مع الزمن. خلال الفترة دي دماغك بيبدأ يتحول من الاندفاع لتخطيط أعمق. القرار قبل ما تاخده بتفكر فيه أكتر من مرة، مش بس عشان خبرتك زادت، لكن كمان لأنك بقيت مدرك إن أي خطوة غلط دلوقتي هتكون صعب تتصلح. في نص الفترة الزمنية دي، حوالي سن 35 سنة،
بيجي ما يعرف بأزمة منتصف العمر المبكرة لبعض الناس. فجأة ممكن تلاقي نفسك بتسأل: هو ده اللي أنا كنت عايزه؟ هل حياتي ماشية صح زي ما كنت بحلم وأنا صغير؟ والأسئلة دي ساعات بتدفع ناس يغيروا شغلهم، أو يدخلوا في مغامرات غير متوقعة، أو حتى ينقلبوا على حاجة بنوها. السر التاني في العقد ده هو إن جسمك بيبدأ يبعت ليك إشارات إن الزمن بيتحرك. طاقتك مش زي الأول. وقت التعافي من أي مجهود أو مرض بيطول شوية، ولو أهملت نفسك بتبدأ تشوف أول علامات التغير الجسدي اللي مفيش مهرب منها. لكن في المقابل في هدية كبيرة، هي الحكمة. خبرتك السابقة بتخليك تقرأ الناس والمواقف بسرعة، وده بيحميك من أخطاء كتير كنت بتقع فيها زمان. ولو كنت ذكي هتستغل الحكمة دي، مش بس عشان تحافظ على نفسك، لكن كمان عشان تساعد اللي حواليك وتبقى ليهم مرجع. وبقرب سن الأربعين بتحس إنك بتقف على حافة مرحلة جديدة، فيها وعي أكبر ومسؤوليات أعمق، لكن برضو فيها إحساس داخلي إنك لازم تلحق تحقق اللي لسه ما حققتوش. وده بيخلي العقد اللي جاي نقطة تحول مصيرية في حياتك. من سن 40 إلى 50 سنة، هنا بقى بنوصل للمرحلة اللي بيطلقوا عليها أربعينك هو شبابك الحقيقي، أو أخطر سن في حياتك. والسبب لإنك في المرحلة دي بتكون واقف في النص بين الماضي والمستقبل، شايف الطريق اللي جيت منه بكل محطاته، وفي نفس الوقت شايف المدى اللي فاضل قدامك. والاتنين بيعملوا خليط عجيب من المشاعر. في أوائل الأربعينيات بتحس بقوة غريبة، قوة مش جسدية بس، لكن قوة عقلية وحياتية. انت دلوقتي عندك خبرة تخليك تعرف تتصرف في أي موقف، وتعرف مين الصح ومين الغلط من أول ما تشوفه. ده وقت تملك فيه سلاح الحكمة بالكامل. لكن في نفس الوقت تبدأ تحس إن جسمك مش زي زمان، ودي أول إشارة من الزمن بيقولك أنا ماشي استعد. وفي النص بقى حوالي سن 45 بيبدأ اختبار حقيقي، اختبار اسمه التوازن بين شغلك ومسؤولياتك وأحلامك اللي لسه بتحارب عشانها، وبين نفسك اللي ساعات بتحس إنها ضاعت وسط الزحمة. وده السر اللي ناس كتير بتخبيه. في ناس في السن ده بيقرروا يعملوا قفزة مجنونة، بيغيروا حياتهم تماما، بيسافروا، بيبدأوا مشاريع جديدة، أو حتى يدخلوا في علاقات مختلفة، وكأنهم بيقولوا لسه في وقت أعيش زي ما أنا عايز. لكن في نفس المرحلة في خطر كبير. لو حسيت إن الوقت بيجري منك وما عملتش حاجة، ممكن تقع في فخ الإحباط أو الاكتئاب، وده بيأثر على صحتك النفسية والجسدية مع بعض. والحاجة اللي ما يعرفهاش كتير إن الأربعينيات أكتر عقد بتقدر تحسم فيه بقية حياتك. قرار صغير هنا ممكن يغير كل اللي جاي، سواء في صحتك أو علاقاتك أو شغلك. وفي نهاية الأربعينيات بتحس إنك بتقفل باب مرحلة البناء وتبدأ تفتح باب مرحلة الحصاد. وده اللي بيخلي العقد اللي جاي مليان مفاجآت، منها الحلو ومنها اللي محتاج منك قوة وصبر. أما بقى من سن 50 إلى 60 سنة، هنا بقى بندخل في فصل جديد تماما، فصل مليان حكمة، لكن في نفس الوقت في اختبار لقدرتك على التكيف. بس بداية الخمسينات بتحس وكأنك واقف فوق جبل، بتبص وراك وتشوف كل السنين اللي فاتت، من إنجازات، هزائم، الأحلام اللي اتحققت واللي راحت، والأشخاص اللي دخلوا حياتك وخرجوا. الإحساس ده بيكون خليط بين الفخر والحنين، وأحيانا شوية ندم على حاجات كنت ممكن تعملها وما عملتهاش. السر الكبير اللي في المرحلة دي إن جسمك بيبدأ يبعت لك رسائل واضحة: خلي بالك مني أكتر. القوة الجسدية مش زي زمان، والقدرة على السهر أو الشغل الشاق بتقل، لكن في المقابل عقلك بيكون أوضح من أي وقت فات. بتقدر تربط الأحداث، تفهم الناس، وتقرأ المواقف قبل ما تحصل. الخمسينات كمان بتشهد أكبر تغيرات في العلاقات. ممكن تكون أولادك كبروا وبدأوا حياتهم الخاصة، فبيسيبوا فراغ في البيت. الفراغ ده بيكشف لك حاجات كتير. هل أنت والشريك لسه في نفس الموجة؟
هل في حاجة محتاجة تتصلح؟ أو هل حياتك محتاجة بداية جديدة؟ أما من الناحية المهنية في السن ده ممكن تاخد اتجاهين، يا إما تستقر في قمة خبرتك وتبقى المرجع اللي الكل بيرجع له، يا إما بتبدأ تفكر في تقليل الضغوط وتحضر نفسك للتقاعد، وده بيجيب إحساس بالحرية عند البعض وبالخوف عند البعض التاني. لكن هنا السر الأعمق، الخمسينات هي عقد إعادة اكتشاف الذات. في ناس بتبدأ تمارس هوايات جديدة، تسافر أكتر، أو حتى يتعلموا مهارات ما كانوش يتخيلوا يدخلوا فيها قبل كده. هو وقت إنك تعيش لنفسك شوية، لكن بعين العقل وبحسابات مختلفة. وفي نهاية العقد ده بتحس إنك خلاص بتسلم راية الشباب للجيل اللي بعدك، لكن بتسلمها وإنت شايل خبرة سنين طويلة وعارف إن دورك لسه مهم حتى لو اتغير شكله. من سن الستين إلى السبعين، هنا بقى بندخل في العقد اللي بيغير تعريف كلمة وقت بالنسبة لك. الستينات مش مجرد رقم، ده باب بيفتح على حياة أهدأ لكن مش أقل عمقا. في بداية الستينات بيكون عندك إحساس إنك قطعت رحلة طويلة جدا، وإنك أخيرا واقف على محطة فيها فرصة تلتقط أنفاسك. لكن لو كنت شغال طول عمرك، غالبا هنا تبدأ مرحلة التقاعد أو تقلل ساعات شغلك بشكل كبير. واللحظة دي بالذات ليها طعم خاص، في ناس بتحسها حرية مطلقة، وفي ناس بتحسها فقدان لهوية كانت مرتبطة بالشغل. العلاقات في الفترة دي بتاخد شكل جديد، الأولاد غالبا بيكونوا خلفوا وبقوا هم كمان آباء وأمهات، وده بيخليك تعيش تجربة الجد أو الجدة. اللحظة اللي بتشيل فيها حفيدك لأول مرة ممكن تفتح جواك مشاعر عمرك ما حسيتها، إحساس بالاستمرارية وكأن الحياة بتمتد من خلالهم. لكن السر اللي مش الكل بيحب يعترف بيه، الستينات ممكن تكون بداية مرحلة غربلة في العلاقات الاجتماعية. بعض الأصدقاء بيختفوا لأسباب مختلفة، والصحبة بتقل لكن قيمتها بتزيد. ما عادش عندك طاقة للمجاملات أو للعلاقات السطحية، كل حد حواليك لازم يكون بيضيف لحياتك أو بيشعرك بالراحة. بدنيا، الجسم محتاج رعاية أكتر، يمكن الحركة بتقل شوية أو تحتاج تمارين خاصة للحفاظ على صحتك. لكن العقل لو حافظت عليه بالقراءة، التعلم والنقاش، هتلاقيه لسه قوي ومليان أفكار. أما بقى بالنسبة للسر الروحي، في الستينات بيبدأ الإنسان يحس بقرب النهاية، مش بمعنى الخوف لكن بمعنى الاستعداد. بتفكر أكتر في المعنى، في القيم اللي عايز تسيبها، وفي الأثر اللي نفسك تتركه بعد ما تمشي. وفي نهاية العقد ده بيكون عندك وضوح عجيب، عارف إن الحياة مش سباق، وإن السرعة مش هي الأهم، المهم إنك تمشي المشوار الباقي بالراحة وبقلب مليان رضا. من سن السبعين إلى التمانين، هنا بقى بنبدأ ندخل في العقد اللي بيحمل في طياته واحدة من أعمق التجارب الإنسانية. السبعينيات هي سنوات الحكمة الصافية، والعمر اللي بتشوف فيه الدنيا من منظور مختلف تماما عن أي وقت فات. في بداية السبعينيات بيكون الإنسان غالبا استقر بشكل كامل، البيت بقى أهدى، الأيام بقت أبطأ، وكل حركة محسوبة. في المرحلة دي مش بتجري ورا الدنيا، الدنيا هي اللي بتيجي لحدك. الأخبار بيوصلك ملخصها، والناس اللي بتحبك بتجيلك بدل ما انت اللي كنت بتدور عليهم. العلاقات العائلية هنا بتاخد أولوية قصوى، لمة الأسرة حواليك بتبقى أغلى من أي مناسبة، وبتحس كل مرة تشوف فيها ولادك وأحفادك إنك شايف امتدادك قدام عينك. في إحساس بالفخر حتى لو حياتك ما كانتش مثالية، مجرد إنك وصلت للنقطة دي بيعتبر إنجاز. لكن في سر صغير في السبعينات بيحصل نوع من التصالح مع الذات وحتى مع الأخطاء القديمة. الذكريات المؤلمة ما بتختفيش، لكن بتخفف وطأتها وبتتحول لدروس وابتسامات. بدنيا الجسم بيحتاج رعاية أكتر وأكتر، يمكن الحركة تبقى أبطأ، لكن الروح لو قوية بتعوض كتير. وهنا بيجي دور الهوايات الصغيرة،
الزراعة في البلكونة، قراءة الكتب اللي كان نفسك تقراها من سنين، أو حتى التأمل في الطبيعة. روحيا، السبعينيات بتخليك أقرب للهدوء الداخلي، في إحساس إنك خلاص عديت معظم العواصف، وإن الباقي من الحياة هو هدية خالصة لازم تستمتع بيها على قد ما تقدر. وفي نهاية العقد ده بيكون في استعداد أكتر للرحيل، مش استسلام، لكن فهم عميق إن كل حاجة في الكون ليها بداية ونهاية، وإنك كنت جزء من حكاية أكبر منك بكتير. من سن التمانين للتسعين، هنا بندخل على العقد اللي قليل من الناس بيشوفوه، واللي بيوصفوه كأنه المشي على حافة الغروب. لكن المفاجأة إن في ناس في المرحلة دي بيكونوا أحياء أكتر من أي وقت فات. في بداية التمانينات الحياة بتبدأ أكتر، لكن العقل بيبقى كنز من الحكايات. كل موقف قديم بيتحكي وكأنه فيلم، وكل صورة قديمة بترجع تعيشها كأنها بتحصل دلوقتي. الناس حواليك بتسميك الذاكرة الحية، لأنك شايل في قلبك وعقلك سنين من الأحداث اللي هم بس بيقروها في كتب أو بيسمعوها من غير تفاصيل. العيلة في المرحلة دي بتعامل وجودك وكأنه كنز، لما على فنجان شاي أو كلمة منك أو حتى نظرة مليانة رضا بتكون أغلى من أي حاجة مادية. والأحفاد الصغيرين بيشوفوك أسطورة، بيحبوا يقعدوا جنبك ويسمعوا قصص من زمان عن أزمنة وأماكن ما يعرفوهاش. لكن السر هنا في التمانينات بيكون إحساسك بالوقت مختلف تماما. أنت مش مستعجل ومش منتظر، أنت ببساطة موجود، بتستمتع بالشمس الصبح وبهواء الليل وبرائحة القهوة وبضحكة عابرة. الحاجات البسيطة بتاخد قيمة مضاعفة. صحيا، أي حركة بتبقى إنجاز، وأي يوم بيعدي من غير ألم شديد بيكون هدية. لكن بالرغم التغيرات الجسدية بيكون عندك هدوء غريب، يمكن لأنك شفت الحياة بحلوها ومرها وعديت منها بأمان. روحيا بيكون في قرب كبير من المعنى الأسمى للحياة، في دعاء بيطلع من القلب، وفي إحساس بالرضا حتى لو في حاجات ما تحققتش. بتحس إن كل خطوة حتى المؤلمة منها كانت جزء من الطريق اللي وصلك للي انت عليه دلوقتي. وفي نهاية التمانينات بتحس إنك مش بس عشت حياة، لكنك كنت كتاب مفتوح مليان فصول وحكايات وأسرار، والوقت قرب يقفل الغلاف الأخير. وفي نهاية الرحلة حبايبي، لما تبص وراك وتشوف كل العقود اللي عدت، هتلاقي إن حياتك كانت زي لوحة فسيفساء، كل قطعة فيها لها لون وشكل مختلف، لكن لما تجمعهم سوا يطلعوا لوحة واحدة مليانة حياة. هتفتكر الضحك اللي صداه لسه جواك، الدموع اللي نزلت وطهرت روحك، الحب اللي دخل قلبك وساب أثره، والخسارات اللي قوتك من غير ما تحس. وهتدرك إن كل سنة كانت مدرسة، وكل عقد كان فصل جديد في كتابك، وكل إنسان قابلته كان معلم أو مرآة بتوريك جزء منك. يمكن ما تحققش كل اللي كنت بتحلم بيه، ويمكن الطريق كان أطول أو أصعب مما توقعت، لكن في الآخر أنت عشت. وفي اللحظة اللي هتقفل فيها عينيك وتسلم روحك بسلام، هتعرف إن الأثر اللي سبته مش في اللي جمعته أو كسبته، لكن في القلوب اللي لمستها، والذكريات اللي زرعتها، والكلمات اللي قلتها وغيرت بيها حياة حد. الحياة مش بعدد السنين، الحياة هي اللحظات اللي عشناها بصدق، والحب اللي سبناه بعد ما نمشي. سلام.